أتمنى تكونوا بتشغلوا الخطب بتاعتي بعد صلاة الجمعة زي زمان، وأتمنى تكونوا بتستفادوا من علمي، وأتمنى أكون فدتكم في حياتي بحاجة. ادعولي بالرحمة. محمد متولي الشعراوي. تعال أحكي لكم حكايتي وأعرفكم قصتي بدأت إزاي وانتهت إزاي. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أنا اسمي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، عالم دين ووزير أوقاف مصر سابقا، وأعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في الفترة السابقة. كان لدي القدرة على تفسير الكثير من المسائل الدينية بأسلوب بسيط يصل إلى قلب المتلقي في سلاسة ويسر، وكان لي دور ومجهود كبير وعظيم في مجال الدعوة الإسلامية. وابدأ كلامي بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا أبدأ لكم قصة حياتي وشوفوها بدأت إزاي وانتهت إزاي. أنا اسمي محمد متولي الشعراوي. اتولدت 15 إبريل عام 1911 بقرية دقدوز من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظت القرآن الكريم في 11 من عمري في عام 1916. التحقت بالمعهد الأزهري، وظهر نبوغي منذ الصغر في حفظ الشعر والقول والحكمة. ثم حصلت على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923، ودخلت المعهد الثانوي، وزاد اهتمامي بالشعر والأدب، فاختاروني رئيس اتحاد الطلاب ورئيس لجمعية الأدباء بالزقازيق. وكانت نقطة تحويل في حياتي لما أصر والدي إن أنا ألتحق بالأزهر بالقاهرة، لكن والدي أصر إن أدرس في القاهرة. بس في الفترة دي أنا ما كنتش عايز أدرس ولا عايز أدخل كليات ولا عايز أدخل جامعات. أنا كل اللي كان في دماغي إن أنا أقعد مع إخواتي أزرع الأرض وأحصدها وأكبرها وأرويها. بس والدي كان واخد القرار وطلع على القاهرة، دفع لي المصاريف وحجز لي السكن وقال لي ابدأ حياتك. في الوقت ده انا كنت عايز اهرب من والدي، فقلت له انا عندي طلبات. قلت له انا عايز كتب، والكتب دي كانت صعب مجيبتها جدا بسبب تمنها وبسبب ندارتها. وفعلا جاب لي الكتب دي وقال لي ابدا حياتك في القاهره. وبعد ما جاب لي الكتب ما كانش عندي حيله غير ان انا اجهز الشنطه بتاعتي واطلع على القاهره عشان ابدا دراستي. وفعلا دخلت كليه اللغه العربيه جامعه الازهر 1937. وعشان والدي كان خايف عليا من الستات قرر ان هو يزوجني، وفعلا اختار لي زوجة وانا في الثانوية، واتزوجت وخلفت 5 اولاد، 3 اولاد واتنين بنات. وكان اسم ولادي سامي وعبد الرحيم واحمد، والبنات كانت فاطمة وصالحة. اهم حاجة في تربية اولادنا الصلاة، عشان لو فعلا اولادنا بتصلي ومتجهة ربنا، ربنا يصلح لهم سائر الاعمال. فلو عايز تربي ولادك او اخواتك او اي حد في حياتك عايز تعلمه انه يكون على خلق، فخليه فعلا يصلي. وبعد كده سبت مصر واشتغلت في السعودية، ودي كانت فترة مش كبيرة بس استفدت منها جدا جدا جدا. وكنت أعمل في السعودية أستاذ للشريعة، وفعلا ربنا كرمني، كنت ممتاز جدا جدا في التدريس في المادة دي. وفي 1963 حصل خلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وملك السعودية، وطبعا الرئيس جمال عبد الناصر منعني للعودة للسعودية مرة أخرى. بعد كده سافرت بعثة للجزائر، وقعدت 7 سنين في الجزائر بعثة تبع الأزهر الشريف. وبعد كده رجعت لمصر تاني. وبعد ما رجعت مصر اشتغلت مدير للأوقاف في محافظة الغربية، ثم وكيلا للدعوة والفكر، ثم وكيلا للأزهر. بعد كده رجعت للمملكة العربية السعودية مرة تانية عشان أشتغل في التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في نوفمبر 1976. بعد كده لقيت السيد ممدوح سالم بيكلمني وبيقول لي أنت تعينت وزيرا للأوقاف في مصر. اشتغلت وزير في الأوقاف سنتين، وأول ما اشتغلت في الوزارة كان أول قرار ليا إنشاء أول بنك إسلامي على مستوى العالم. وفي عام 1987 اختاروني عضو بجمعية اللغة العربية. وبعد كده سبت العمل مع الحكومة وكنت بشتغل مع نفسي. كنت بقدم برامج تلفزيونية، وكنت بعلم قرآن كريم، وكنت بدي خطب. الحمد لله بفضل من ربنا. ربنا كان محبب الناس كلها فيا، وكنت بعمل على توصيل المعلومات بسلاسة. وكان كل هدفي ان كل الناس تستفاد من علمي، مش طبقة واحدة. ما كنتش بتكلم. وكان كل هدفي في الحياة ان علمي يوصل لكل الطبقات الموجودة في مصر، غني وفقير، جاهل ومتعلم. عشان كده كنت بتكلم بسلاسة، ما كنتش بتكلم باللغة العربية. واختم كلامي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.